بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الواحد ضغطه واطي، قدر الله ما شاء فعل. خسارة النهاردة، يعني طلعنا من قبل النهائي. كان عندنا أحلام إن احنا نستعيد البطولة بعد 38 سنة، لكن للأسف الجيل دوت مش موعود إن هو يكون البطل. وللأسف بتتكرر المأساة مع كتر الإصابات وكتر الخلافات وكتر الأخطاء من كل المسؤولين، من الكبير ومن الصغير للأسف. طبعا احنا في الاخر هنشكر الفرقة، وخاصة المحليين اللي هم اثبتوا ان هم احسن من المحترفين. عادل دولة لولا الاصابة، وميدو اللي اصابته اثرت معانا تماما، يوسف شوشة وعلي احمد ويوسف شحاتة وانس اسامة وعمر طلعت ودينج دينج وكايل فيناليس والوال وال وجورج كينج وماتونج وموريل وماجوك دينج. للاسف جورج كينج طلع مش كينج خالص، وكايل عمل على قد ما يقدر، لكن لوحده هيعمل ايه يا عيني؟ عمر طلعت الصغير والربان اللي تخلى عن السفينة في وقت ما ينفعش بصراحة نتقاعس ونسيب. طبعا اهلي طرابلس اختار السكة وعرف السكة الصح. ابو شقرة مدرب واعي ومدرب فاهم وعرف يختار. كابتن عمر للأسف عنده أخطاء في مشكلة مشاركة ولادنا بالترتيب، في اخطاء كتيره، وفي اختيار زي اختيار كينج ده ما كانش مؤثر. حتى من المغرب كان باين انه عنده اخطاء ومش متزن يعني. وللاسف فرقتنا واجهت صعوبات من الاصابات ومن تحديات كتيره. ان احنا نتغلب فرق 22 بونت دي انا مش فاكرها من زمان. 96 74 حاجه صعبه. واللي حصل في الفتره الثالثه بدل ما احنا نقرب والفرق بقى 3 او 5 بونت، ارجع الاقيه 12 14 16 وخلاص بقى فقدنا الامل ورمينا الفوطه. للاسف مش ده الاتحاد، وتجربه سيئه. مش احنا اللي يرضي طموحنا ثالث ورابع. للاسف قدر الله ما شاء فعل، و الله أعلم الخيرة فيما اختاره الله. كان عندنا أمال نروح بطولة العالم وكأس العالم، ويبقى السلة بتعوضنا عن القدم، لكن احنا للأسف بندور في دايرة مفرغة من المشاكل والإحباطات والإخفاقات والخسائر. مهما جالك من أحسن لاعبين يبقوا عندك بتحول له أسوأ لاعبين، زي اللي بيحصل في القدم. للأسف بتتعاقد مع ناس ويظهر مستوى زفت. أيوة زفت الحقيقة. فهنا نفس القصة. الهزيمة، الاتحاد بتاع الهزيمة الوحيدة، أول هزيمة في 9 ماتش، تخيل. يعني يطلع من قبل النهائي. البطل هيبقى عنده هزيمة، التاني هيبقى عنده هزيمة أو اتنين. لكن في الدورة ديت يعني البطل مهزوم أكتر من هزيمة والتاني أكتر من هزيمة. الاتحاد الفريق اللي هو تالت أو رابع في البطولة هزيمة واحدة. هي دي الأقدار. عشان كده احنا بنزعل ان احنا كنا نفسنا في البطولة. الفريق اللي ما اتهزمش لغاية اليوم ما اتهزمش، لكن النهاردة كان موعدنا مع هزيمة تقيلة 22 بونت للأسف. ودي لقطات من البطولات الماضية، مباريات ودية مع الفريق أهلي طرابلس في مصر قبل البطولة الماضية، اللي هو بيشارك المرة الخامسة. وبيتر لواندا بيشارك للمرة الخامسة، بيوصل للنهائي، وفريق موعود بالنهائيات. وللأسف احنا عندنا مشاكل في الكورة، مشاكل في السلة، مشاكل إدارية، مشاكل شخصية. كل واحد بيتكلم على حاله وعلى نفسه. وللأسف يعني نرجع نقول قدر الله ما شاء فعل. دي كانت تقرير لازم نتكلم عن السراء والضراء. تقرير عن هزيمة الليلة في نهائي السلة. فعشان هي لازم تدوين وتاريخ وتوثيق للأحداث. مهما كنا زعلانين هنعمله ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. أمرنا لله.